للاطمئنان إلى أهالي كربلاء، المحافظ ما مرشح، والصور هاي دعم للتنمية ولأهل الكفاءات. الطلب ترشيحهم من ولد الإبداع يمثلون ويذلون الصعوبات. غير انطانا كلمة من انتخبناه وأكد هالحكي بكل اللقاءات. من قال المقدم شو تحب تصير وبدأ يعدد المنصب والحقيبات، المحافظ قال له جاوب حتى ترتاح ووصل لك الفكرة بهالعبارات. خدمة كربلاء وكل هاي الوجوه ما بدلهن بكل الوزارات. وأنا أقف الآن وبجانبي مرشحتنا أختنا الدكتورة هدى البارودي، مرشحة الإعمار والتنمية، ومن هذه العائلة العريقة الأصيلة النبيلة من العوائل الكربلائية اللي نفتخر بها ونفتخر بكل العوائل والأسر الكربلائية وعشائرها وكل عناوينها. أقف بكل شرف وسرور وفخر مع مرشحينا، لأني أعي أن هذا الموقف وهذه الوقفة هي كذلك لكربلاء، هي لسيد الشهداء، هي لم تكن ولن تكون يوما موقف مجاملة لمرشحينا، وإنما هو إعلان حقيقي وواضح عن احتياج وضرورة لهذه المدينة لهذا الموقف. نحن حملتنا الانتخابية لا يمكن أن تركن إلى الشعارات، ولا يمكن أن نسمح يكون بها تدليس أو كذب أو خداع لمجتمعنا. منهم من كانت له تجربة فاشلة، لا يمكن لنا أن نسكت أمام محاولاتهم لزعزعة الثقة ولزرع مرة أخرى الشك والريبة في المجتمع الكربلائي، ومحاولة إظهار وتلميع الفشل وإيقاع المجتمع الكربلائي بفخ الفشل مرة أخرى. أكيد ما نسمح بهذا. احنا مسؤولين أمام الله عن مدينتنا، مسؤولين عن مجتمعنا الكربلائي اللي انطانا ذاك التخويل المهم المشرف في انتخابات ال23 وانطانا أغلبية المقاعد والأصوات. ليش؟ لثقة بينا حتى نحافظ على وضعه ومستقبله وخدماته وأمنه واستقراره. وأكو من لا يطرح شعارات، مجرد شعارات لا يمكن تطبيقها ولم يكن ولم يتسنى له ولا يستطيع إيجاد الآليات ولا الأدوات، وهي مجرد شعارات أو لا ترتقي إلى طموحات إنما أحلام ممكن وقتية تنتهي وتتبخر بعد الانتخابات. هذا الموضوع آخر. نشكر مؤازرتكم الإعمار والتنمية، نشكر مؤازرتكم وثقتكم بأختنا الدكتورة هدى، هذه المرشحة التي عرفت في الجوها الأكاديمي الفاعل، في الجوها الاجتماعي المشرف. وإحنا نتشرف، وأنا قلت لكم دائما إحنا في إعمار والتنمية، إحنا في إبداع كربلاء مسؤولين تماما عن أن نرشحهم، مسؤولين بكرة عن أدائهم بإذن الله تعالى أمام الله، أمام أهالي كربلاء المقدسة.